بيبتدي أحداث فيلمنا ببنتين بيروحوا لدجال، والدجال بيسأل واحدة منهم عن اسمها، وبيكون اسمها أذنور. وبتسأله جوازها من ابن عمها قدرة صح ولا خطأ. وبيسألها بتحبيه، فبتقول له لأ. وتقول له أرجوك جاوبني، وبيقول لها هيرد بنفسه. وبيبص للفتاة التانية اللي معاها، وبيكون شكلها بقى مخيف جدا. والعفريت اللي جواها بيقول لها قدرة مش مناسب ليكي، ومش هتخلفي منه، وهلاكك على ايده. وكمان الدجال بيأكد الكلام دوت. وبعد مرور 12 سنة في مايو 2009، وقدرت بيكون بيحذر أذنور إنها ما تجيلوش تاني هنا. وتقول له بقالي أسبوعين ما شفتكش وما بتردش على تليفوناتي. وبتكمل حتى لو هربت مني مش هتهرب من طفلنا. ويقول لها نزلي الطفل اللي في بطنك. وهي تقول له فات 4 شهور ونص، وفات وقت الإجهاض. وبتقول له هخلف يعني هخلف. وبيمسكها بغضب ويقول لها غويتيني ودلوقتي عايزة تفضحيني. وبيتعصب عليها وبيضربها، وبينزل منها دم. وديت مرات قدرت، وبيكون اسمها نيسا. وأمها وديت جاهدة بنت قدرت، وبتكون كفيفة. وقدرت بيبلغ أذنور إنهم فقدوا الطفل، ويقول لها ديت آخر مرة هتشوفيني. وهي بتتأسف له، لكن برضه هو عند رأيه وبيسيبها ويمشي. وهي بتبكي وبتكون زعلانة. وبتيجي جاهدة بالليل، وبتكون حاطة على ايديها عيون، وبتطلب من ابوها يرجعهم مكانهم عشان تشوف تاني. وبيصحى قدرة مخضوض، وبيكون كابوس. ومراته بتصحى، وبيطمن على جاهدة، وبيفتكر لما جه ألم الولادة لمراته وهي حامل في جاهدة. وقال لها لسه بدري، انت في نص الشهر السادس. وفعلا بتكون حالة ولادة، والدكتور بيبلغه ان البنت مش هتشوف عشان اتأخرته. وبيبكي وبيكون حزين. وأذنور بتقول لحماتها إنها تنزل، وحماتها بتقول لها هتسافري كل ده وانتي أرملة؟ وأذنور تقول لها أنا حرة. وحماتها بتكون ماسكة صورة ابنها، وتقول له لو كنت عايش ما كنتش هتوافق طبعا على الكلام دوت. وأذنور بتتصل بقدرت، ويقول لها أنا مش فاهمتك، ما تتصليش بيا تاني. وبتكون متضايقة جدا، وبتروح للدجال تاني ويقول لها ما سمعتيش كلامي، شفت اللي حصل وبتتأسف ليه. وتقول له عايزة قدرة يكون متيم بيا لوحدي. وتدي للدجال فلوس كتير. والدجال بيقول لها الراجل ده هيكون ليكي لوحدك بس بشرط. فبتديله كمان ذهبها، ويسألها على اسم زوجته، وتقول له نيسا. وعايش معاهم في البيت أم نيسا وجاهدة بنتهم. والدجال يقول لها هيعمل تعويذة خنزير على مراته، ويقول لها ديت تعويذة قوية جدا، بانه هيخلي عفريت يلبس نيسا وتموت هي وكل اللي من دمها في خلال 5 ايام. وبيطلب منها حاجة من قطر نيسا، زي شعرها او دم ليها او ضوافرها، وكمان صورة ليها. وبتروح أذنور لنيسا وبتتكلم عن حماتها. وبعدها بتطلب تخش الحمام. ولما بتدخل الحمام بتدور على أي حاجة من ريحة نيسا، لغاية ما بتلاقي شعر في المشط، وكمان حاجة خاصة في سلة القمامة. وهي ماشية بتقابل قدرت، ويقول لها ابعدي عن أسرتي وبيتي. وبتروح للدجال وبتديله حاجة نيسا وصورتها، ويقول لها في خلال 5 أيام هيحصل اللي قلتلك عليه. وفي الليلة الأولى 10 مايو 2009 بتصلي نيسا، وبيسقط عليها حاجة من السقف زي ما تكون راس خنزير. وبتصوت، وبيسقط حاجات تانية. وبتجري بره الأوضة وبتقفل الباب، وبتروح لأمها وتقول لها يا ريت تدعي لي يا ماما. وهي بتروق بتسمع زي صوت جاي من تحت السرير. وبتبص تحت السرير وبتلاقي لعبة جاهدة، وبتكون عروسة. وبتعمل حاجة غريبة، بتمسك مقص وبتقطع في شعر العروسة وبتاكله. وبتستمر على كده لغاية ما بتتعب وبتقع على الأرض. وبتحكي لجوزها اللي حصل وما بيصدقهاش، ويقول لها ازاي وانت بتصلي حصل كده. وفي الليلة التانية 11 مايو 2009 بتكون أذنور نايمة، وبتصحى على صوت خبط. ولما بتبص بتلاقي جوزها مديها ظهره وعمال يخبط راسه في الحيطة، والحيطة وراسه كلها دم. ويقول لها عورت نفسي عشانك، وانا عارف ان انتي ما بتحبنيش. وبتصرخ لما بيجي عليها. وبتدخل حماتها على صريخها. وام نيسا بتقوم لوحدها وبتمشي وبتروح لغاية المطبخ. ونيسا بتستغرب ان امها بتمشي، وبتمسك حلة عدس مغلي وبتكبها على دماغها ووشها، وبتتحرق وبتموت في الحال. ونيسا بتصرخ لما بتشوف المنظر دوت. وجوزها بياخد العزا، وكمان هي بتاخد عزا امها، وبتكون حزينة جدا. وأذنور بتعزيها هي وحماتها. وفي الليلة التالتة 12 مايو 2009
بيدخل قدرة البيت وبيلاقي ستات كتير متغطيين، وبتكون الدنيا ضلمة، وبتظهر وراه نيسا وبيكون شكلها مرعب، وبتسأله كنت فين كل ده؟ وبتظهر كمان أذنور وبتكون برضو مرعبة، وبنته بتسأله مالك يا بابا؟ وهم بيختفوا، وبيحضن بنته ويقول لها مفيش حاجة. وقدرت بيقول لنيسا انه شاف امر غريب هو كمان، وانه هيستشير رجل دين. وفعلا بيروح لرجل دين، والراجل بيقول له مراتك ملبوسة، وان في حد على خلاف معاك هو اللي عامل كده. والشيخ بيقول له هساعدك. وبعدها نيسا بتسمع صوت في الحمام، ولما بتفتح بتلاقي امها الميتة ماسكة سكينة وبتقشر في رغيف فينو. ولما بتحس بيها بتلف ليها وتقول لها جعانة، وبتقرب عليها. فنيسا بتقفل الباب بسرعة وبتكون مرعوبة، وبتقعد على سجادة الصلاة وتقول ساعدني يا رب. وبيدخل عليها قدرت وبيلاقيها تعبانة وبيطبطب عليها. وفي الليلة الرابعة أزنور بتدخل أوضتها، بتلاقي نيسا وشكلها مرعب قاعدة على كرسي ومعاها طفل كله دم، وتقول لها طفلك كان ولد، وعشان عملتي حاجة حرام مع ابن عمتك جت طفل وفيه عيب. وبترمي الطفل في طبق فيه مية وبتجري عليها، وبتشد أزنور من شعرها وبتقع على الأرض، وبتختفي نيسا. وإزنور بتتصل بالدجال وبتقول له إنها بتشوف حاجات مرعبة، وبيسألها في حد مات؟ فبتقول له أيوة أم نيسا. وحماتها بتسمعها وهي بتسأله هل الجن اللي لابس نيسا ممكن يأذيها هي كمان؟ وبيسألها في أي قرابة دم مع نيسا؟ وتقول له لأ. ونيسا بتمسك حبل وبتقف على كرسي في حضور بنتها، وبتربط الحبل في النجفة، وبتربط الحبل حوالين رقبتها، وكانت خلاص هتموت. لكن في آخر لحظة بيجي قدرت وبيلحقها في الوقت المناسب وبيقص الحبل. وبعدها بيقول لجاهدة إنه هيخرج مع أمها، وعودي مع حماة أزنور. وأزنور بتكون بتاكل، وفجأة بتلاقي الطبق مليان دود أحمر كبير، فبترجع وفجأة بتتحرك حركات مخيفة، وبيجيلها حالة تشنج كأن حد بيكتفها، وبتموت في الحال. وفي الليلة الخامسة 14 مايو 2009 بيروح قدرة للشيخ ويقول له إن حماة أزنور قالت إن أزنور خلت ساحر يعمل تعويذة على مراتي، ومن ساعتها بتشوف حاجات مخيفة، وإنهم هيستهدفوا قتل مراته وقرايبها من الدم. وأم نيسا ماتت. والشيخ بيقول له عملنا بقى أصعب، وبيدخلوا نيسا ويقعدوها على كرسي ويغطوا راسها ووشها، والشيخ يقرأ قرآن ويخلي جوزها يصب مية عليها. والشيخ بيمسك شومة ولسه هيضربها، لكن جوزها بيتدخل ويقول له الجن هو اللي هيتأذي. وبتظهر بنته وبيكون عينيها حمرة وبتسأله خنت مراتك ليه؟ والشيخ بيضرب نيسا بالشومة، لكن هي بتكون قوية جدا وبتوقع الشيخ. ونيسا بتمسك جوزها من رقبته، والبنت بتقول هتموت هنا، ونيسا بتطيره بعيد، وكانت نيسا هتموت جوزها، لكن الشيخ بينقذه وبيكتفها وبيربطوها ويكتفوها كويس. والشيخ بيضربها بالشومة، لكن نيسا بتموت، وجوزها بيلاقي دم على ايديه. وجوز نيسا بيمسك في الشيخ، والشيخ بيقول له مراتك كانت تحت تأثيره بس وما كانتش ملبوسة، اللي ملبوسة بنتك، وبيشاور عليها. وبتكون الحفاضة والشعر اللي خدتها أذنور بتاعت جاهدة، وقرايبها من الدم جدتها وأذنور وأبوها وأمها. وبتظهر جاهدة وهي بتسحب جدتها لغاية ما بتخليها تكب العدس عليها. وبرضه جاهدة هي اللي خلصت على أذنور، وجاهدة بتخلص برضه على أبوها لما بيسيب الشيخ. وبعدها البنت كمان بتموت واتهم بالشيخ بقتل العيلة بالكامل.